لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. شكرا للزميل العزيز محمد خاتم، شكرا للكباتن في الاستوديو التحليلي الثنائي المتفاهم عبيد الله العيسي واحمد عفيفي، والتحية موصولة الى مراسلنا المميز من ارضية الملعب الزميل العزيز خالد العرافة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي انساتي سادتي اعزائي احبائي في كل مكان، طيب الله اوقاتكم بكل خير. مشاهدينا متابعينا مستمعينا من كل ارجاء الوطن العربي الكبير، هنا عبر شاشتكم المفضله SSC، هنا في فاينل الكوبا ديل ري، هنا في الفينال، هنا في النهائي رقم 40 بالنسبه للريال الميرينجي العريق وبطل ابطال العالم، في مواجهه فريق نادي اوساسونا، في مواجهه لعيب 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 من بدري للميرينجي، من بدري لريال مدريد. فينيسيوس جونيور يصنع ورودريجو يضرب والسيليساو تحت امر الميرينجي يا ريال مدريد. ريال مدريد في الدقيقة الثانية مبكرا يضرب جونيور فينيسيوس لكريم، كريم فضلا للكثير من الجماهير. سيما فاضي لكن غير اللعبة في اقصى كايولا يلعب الكرة العالية، اريتاني طرف او جناح يتألق الى روبن بينيا، سونا لعرضية فيها خطورة، فيها خطورة الى ارسال عرضية حلوة وهنا بالراس، ولكن في النهاية كورتوا يتصدى لرأسية من ايمر اوروس وفي الملعب. نعرف مرة تانية للزلزولي عرضية حلة كروز، لعب العرضية كروز ويحاول يمر الزلزولي، خدمته الكرة يسدد الزلزولي، دانيسيوس بيبحث عن زميل لبينية هزيمة، ممكن الثاني ممكن الثاني ولكن اريداني وهنا فيها صفارة خطأ، ضربة حرة من نصيب اوساسونا. ده بالذات اللعيبة اللي لعبت على تنفيذ مونكايولا فيها خطورة، سجل البارسا مارك بارت في الجانب الايسر الى فينيسيوس، الجانب الايمن محاولة الى عرضية في اقصى الجانب الايسر الى جونيور، تمريرة طويلة محاولة عند امامنا هنا اهو انه يديه انذار، واصحاب الكرة بره المنطقة، هنا التدخل لفالفيردي ولكن التسديدة عالية الى خارج ارضية الملعب والى ضربة العرضية عالية فيها الكرة، فيها الكرة بوديمر ولكن الكرة مرت الى خارج الملعب والى ضربة مرمى. اخطر لاعب في اوساسونا يعني الكرواتي، الكرة اللي موجودة عند اخوان كروز، يلعب العرضية الكرواتي، يلعب بينية حلوة، محاولة بيحاول جونيور فينيسيوس، فينيسيوس اريداني، محاولة واحد لواحد، واحد لعيب يا كارباخال، لعيب يا كارباخال، روعة من الزلزولي واروع من كارباخال اللي يطلعها قبل يا راجل يا راجل، وسيرخيو هيريرا ينقذ الثاني باستحقاق وبجدارة من امام كوري كروز. كانت مهمة اتكلم فيها محللين الالمان اللي كانوا تألقوا مع رودريجو، مع الكرة رودريجو بيبحث عن محاولة رودريجو مع الكرة رودريجو طويلة في اقصى الجانب الايسر، محاولة اللي مرر حاول فينيسيوس ولكن روبن بينيا والابا يسدد، دافيد الابا يا العارضة، العارضة بتتعاطف مع اوساسونا بصاروخ من دافيد الابا ويضيع الهدف الثاني على ريال مدريد. كامافينجا، فينيسيوس 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 فينيسيوس، حلوة حلوة من فينيسيوس جونيور لكنها علت العارضة والى خارج عرض الملعب والى ضربة مرمى. ريال مدريد الحظ اتقطعت الكرة من روبن بينيا، محاولة الجانب الايمن عند اوروس اللي يلعب العيد، كان في موسم 2000 كان اللاعب اوساسونا لكامافينجا ال40 عند كامافينجا، خطيرة خطيرة جوه منطقة الجزاء، عدى وهنا الدفعة، حكم المباراة بيقول ما فيهاش حاجة والى ضربة مرمى، ضربة بيحاول يعدي ولكن هنا في الدار على فينيسيوس، تتلعب عالية جوه مرمى الاخوات. مشاهدينا متابعين ومثير هنا في فينال الكوبا، تلك اللقطة هنا محاولة لوكاس تورو، الزلزولي بيحاول المبادرة الى فينيسيوس، فيني يسدد لكنها تعتلي العارضة والى ضربة مرمى من نصيب اوساسونا. كامافينجا يمرر لكريم، يا راجل ده
لكن حلوه من كامافينجا وتسديده تعتري العارضه من كريم. لمسه من الجانب الايسر الى عرضيه وجود روبن بينيا، عرضيه من بينيا يحاول لكن مع ايدرميلي الى كره طويله اماميه، لكن المره دي خبط الوسط في تورو. اوساسونا يرجع، اوساسونا يرجع، اوساسونا يرجع. لوكاس تورو بصاروخ من خارج منطقه الجزاء على يمين كورتوا. 1-1 يشتعل الفينال، يشتعل الفينال. ولوكاس تورو عن طريق لوكاس تورو من ارداني لعب العرضيه فالفيردي. يا راجل حلوه حلوه. بنزيما ايه ده؟ تكسبوا تولعونا في الملعب ولا تتحدوا؟ ايه ده ولعوا في حاجه ولا ايه؟ في الجانب الايمن الى كارفاخال، عرض في اليمين عند داني كارفاخال، عرض في موسم 2017 وركنيه عند كامافينجا لعرضيه فيها خطوره. الزلزولي عدى كويس، لف العرضيه لتسديده من كروس. هو الثاني، هو الثاني، هو الثاني لريال مدريد. رودريجو يخطفها رودريجو، وبخبرة رودريجو الريال يتقدم بالهدف الثاني. يا سلام يا سلام. فينيسيوس وايضا بقميص الريال